هذا الأمر لم يتضح بعد ولن يتضح قبل مرور ساعات. أشكرك من ميدان التحرير في القاهرة مراسل بي بي سي خالد عز العرب. أتحول مباشرة إلى مدينة السويس، معي من هناك توفيق أحمد موفد بي بي سي. توفيق، أهلا بك. هل اتضحت ما إذا كانت تظاهرات في مدينة السويس ربما ستنتهي إلى اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب؟ نعم بالفعل طارق، اتضح الأمر. تكتل شباب السويس الذي يضم فئات شبابية تشكلت في أعقاب الثورة المصرية أعلن اليوم وبشكل واضح أنه دخل في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالب الثورة كلها، وذلك منها إقالة وزير الداخلية والنائب العام ورفض المجلس العسكري، وهنا تفريق بين المجلس العسكري والجيش بصفة عامة. أيضا من ضمن المطالب المحاكمة العادلة وغير البطيئة. هذه هي المطالب كما في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة التي تشهد اليوم مظاهرات حاشدة. إذا نتحدث اليوم عن أجواء احتفالية. الأعداد بدأت تقل بعدما ربما وصلت لأكثر من 10,000 عقب صلاة الجمعة. الآن نتحدث عن ربما ما بين 1000 و2000 من المتظاهرين. وتم فض المنصة التي كان المتظاهرون يتناوبون على الحديث من خلالها لإلقاء كلمة أو للغناء. هذا هو الوضع الآن في محيط ميدان الأربعين أو ميدان الشهداء الذي شهد أولى القتلى في ثورة 25 على مستوى جمهورية مصر العربية. معنا الآن للحديث أكثر عن هذه المظاهرة الأستاذ محمد محمود، وهو المنسق العام لتكتل شباب السويس. أهلا بك سيد محمد. أهلا بك. بداية، عندما تفض هذه المنصة، ما هي رمزية هذا الموضوع؟ هل معنى ذلك أن الاعتصام يعني بدأ يتلاشى أم أنكم عازمون على الاعتصام ولمدة مفتوحة؟ لا، هو بس مبدئيا المنصة هي ليها دور، وهي إلقاء الخطب، إلقاء الشعارات، إلقاء الهتافات أو الأغاني الوطنية أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا ليس معناه أنها نفض اعتصامنا على الأرض مش على المنصة. نحن معتصمون من يوم الاثنين الماضي حتى هذه اللحظة، وأعلنا صراحة أننا دخلنا في اعتصام مفتوح حتى يتم تحقيق جميع مطالبنا. فالاعتصام ليس على المنصة ولكن الاعتصام على الأرض. أما فض المنصة فهو لأن خلاص وقتها انتهى. احنا دلوقتي فضينا الهتافات والمظاهرات أو الخطب، ونحن الآن نتحدث على أرض الواقع. الهتافات ما زالت مستمرة، حضرتك تسمعها واحنا واقفين دلوقتي. الثوار ما زالوا يهتفون ولكن من على الأرض وليس من على المنصة. طيب، يعني مطالبكم صعبة التحقق في الوقت القريب أو القريب العاجل. إلى متى ستنهون الاعتصام وهل هناك خطوات تصعيدية؟ يعني طبعا هو في امور بتدرس، في خطوات للتصعيد اذا لم تنجح خطوه الاعتصام. هناك امور يتم دراستها في السويس للتصعيد حتى يتم تحقيق المطالب، ولكن المعلن الان وبشكل واضح اننا في خطوه اولى في اعتصام مفتوح لن يفض الا بالمطالب. اذا مرت الايام وما زلنا في اعتصامنا ولم تتحقق هذه المطالب، فندرس الان خطوات تدريجيه للتصعيد الى ان يتم تحقيق هذه المطالب. وعلى فكره احنا كمان في طلب زاد النهارده ومصرين عليه ومش هنتنازل عنه، وهو تشكيل محكمه ثوريه. نحن في ثوره، نحن في شرعيه ثوريه. نحن نعتبر ان اليوم التاريخ هو 12 فبراير. نحن اليوم 12 فبراير ثاني يوم التنحي الى الثوره لمحاكمه فاسدين من النظام السابق. نعم، نشكر إذن الأستاذ محمد محمود وهو منسق عام تكتل شباب السويس على هذه المداخلة. وإذا الأجواء احتفالية حتى هذه اللحظة والأعداد تقل، لكن الاعتصام ما زال موجودا في الميدان. إذن الثورة في ميدان السويس كما هي في ميادين مصر المختلفة. إليكم في الاستوديو في لندن وإليك زميلي طارق. أشكرك من مدينة السويس توفيق أحمد موفد بي بي سي. على مقربة من الساحة التي احتشد فيها مئات الآلاف من الحمويين للتظاهر ضد النظام، كان السفير الأمريكي والسفير الفرنسي يتابعان عن كثب خطوة وصفتها دمشق بتدخل في شؤونها، لكن واشنطن لم تعلن بعد عما ترمي إليه من ورائها. فماذا تعني هذه الخطوة؟ كيف أثرت على حشود المحتجين؟ وهل من رسالة وراء ذلك؟ وكيف ستتعامل
دمشق. لم يخذل سكان حماة عيون المجتمع الدولي التي تمثلت اليوم في سفيري كوت وفرنسا. مئات الآلاف تجمعوا في ساحة العاصي عقب صلاة الجمعة حاملين علما يتحدى بطوله نظيره في التظاهرات المؤيدة، مطلقين هتافاتهم بلا خجل ولا مداراة. تظاهرة ضخمة حاشدة جدا، أكبر من الجمعة الماضية اللي هزت العالم. اليوم يعني أكثر من 500-600 ألف يمكن يعني أعداد هائلة من المتظاهرين. بالنسبة للموقف من زيارة السفير الأمريكي، نحن بنرحب أي شاهد عيان يجي يشوف تظاهرات سلمية، ما في سلاح، ما في، على مدى 3 أشهر سقط أكثر من 250. سوريا بدورها لم تخف موقفها من زيارة السفير الأمريكي قبل ورود الأنباء بوجود زميله الفرنسي كذلك في حماة. لم يسبق أن يزور أولا السفير مدينة بها مشكلة مثل حماة أولا دون تصريح، هو أن يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بيانا يقول أن السفير موجود في مدينة حماة وأنه يعتزم البقاء حتى يوم الغد. والأهم من هذا أيضا هو أن يصل السفير الأمريكي إلى مدينة حماة في لحظة انعقاد الاجتماع بين أهالي حماة وبين أئمة الجوامع وبين السلطات المدنية في مدينة حماة لفك المشكلة في حماة. وهذا يعني أن وصول السفير الأمريكي إلى حماة هو لمنع حل هذه المشكلة. وفيما تشتعل المدينة بالغضب والاحتجاج، فإن ما تعرضت له الحركات المعارضة في ثمانينيات القرن الماضي ألقى بظله على أحداث اليوم، خصوصا مع الأنباء التي تفيد الاحتشاد العسكري الثقيل حول المدينة. لا يستطيع النظام، هو مشكلة النظام الآن، لا يستطيع